السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى أخوات ومتابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. معاكم يوميات أم سيف. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة من كلمة اشتراك الحمراء اللي تحت، وتفعلي زر الجرس تتك على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرج عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنهاردة هنعمل مع بعض البتنجان المخلل بطريقة سهلة جدا، أحلى كتير من اللي احنا بنجيبه من بره، وأنضف طبعا. احنا عاملينه في البيت بطريقة احنا ضامنينها، وطعم مفيش أحلى من كده. تابعوا بس معايا الطريقة بالظبط، وإن شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم النهاردة ومش هتعملي غيرها بعد كده. أول حاجة هنجيب معانا البتنجان اللي هو الأسمر الصغير دوت، وهنبدأ نشيل الجزء اللي فوق اللي هو العنقود بتاعه الأخضر ده، بنبدأ نشيله بإيدينا. أنا دلوقتي حبيت أوريكم إن هو بنيجي نشيله بالسكينة بتلاقيه يقطع معاك البتنجانية، فأنت تشيليه بإيدك أفضل، هيتشيل معاكي بكل سهولة وما بياخدش أي وقت. يا ريت وانت بتتفرجي معايا على الفيديو ما تبخليش عليا باللايك عشان يرفع معانا الفيديو كله يشوفه. هكمل كمية البتنجان اللي معايا بنفس الطريقة. والله يا جماعة جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم. طعم البتنجان ما اقولكوش احلى بكتير بكتير من اللي بنجيبه من بره. ويا ريت تجيبوا البتنجان الصغير دوت، بيبقى مسكر في الاكل وطري، ما يبقاش فيه بذر، بيبقى احلى بكتير من الكبير، وحتى يبقى شكله حلو وانت مقدماه. معانا دلوقتي شطة حمراء او خضراء حسب اللي موجود عندك. يفضل لو حامية، لو انت بتحبي الحامي، لو انت ما بتحبيش الحامي اعمليها باردة. دي معايا كزبرة خضراء، معايا ليمون شرايح، ومعايا ليمون ما تقطع هعصر منه. دي ليمونة كاملة قطعتها اتنين هعصر منها. ومعايا توم، يجي 6 فصوص توم ولا 7. دلوقتي بقولكوا هاخد البتنجان بتاعي اغسله، وهنبدأ نغلي مية على النار وهنحط فيها البتنجان. اول حاجة بنجيب المية بنحطها على النار، وهبدأ انزل فيها بنص بنجراية. البنجر بيحمر اللون بتاع البتنجان وبيديه طعم حلو، وهتشوفوا اللون بتاعه ده نفس اللون اللي بنجيبه من بره. طبعا انتم مستغربين اللون ده بيجي منين، هو من البنجر. البنجر شايفين اول ما بدأت احطه في المية هيدينا اللون الجميل ده. اول ما اقلب هتلاقوا اللون شايفين لون المية بقى لون احمر جميل، بيدي البتنجان بتاعنا لون حلو وطعم حلو برضو. انا غسلت البتنجان وبدأت انزل في المية بتاعتي. انا المية دي مش حاطة فيها الا البنجر بس، ولا تحطي ملح ولا تحطي خل ولا تحطي اي حاجة، هو مية بس. هتحطي البتنجان، ويا ريت لو عندك حاجة تقدري تضغطي على البتنجان عشان ينزل لتحت. انا غطيته بطبق يستلس عندي وخلاص. هو ما بياخدش وقت 5 دقايق، يعني مش هيكمل 10 دقايق هتلاقيه استوى معاكي وبقى. ما فيش احلى من كده. طبعا انت ما بتسووش قوي عشان لما بتحطيه في المية بتحطيه في التلاجة بياخد سوى اكتر، فانت طبعا ما تهرهوش. انا بوريكم الفلفل الشطة ضربتها هي والخضرة، واللي في البتاع دوت خل. مطرح في المطرح الكبة حطيت الخل ياخد المطرح الفرم بتاع الفلفل والخضرة. ومعايا التوابل بابريكا وكمون وكزبرة وملح. بابريكا وكمون وكزبرة وملح، متحطيش اكتر من كده. وطبعا الشطة انا ما حطيتش شطة تاني لان الشطة بتاعتي حامية. هبدأ انزل بنص التوابل، البابريكا والكمون والملح والشطة معلش والكزبرة. وهبدأ انزل بالخل، او الخل ده مطرح الكبة عشان كده لونه محمر، مطرح الفرم بتاع الشطة والكزبرة. هبدأ انزل بالمكونات بتاعتي وعليهم التوابل، عليهم الخل، عليهم الليمون، اعصر عليهم الليمون. طبعا ما حطيتش الخل كله برضو لان بقيته هحطه في المية بتاعت البتنجان. هما يعتبر 3 معالق 4 معالق، ما بديكيش يعني حسب المزازة اللي انت بتحبيه. حطي مثلا هنا معلقتين وفي المية معلقتين. هعصر بقية الليمونة. امشوا يا جماعة الخطوات ديت مظبوطة تاكلوا احلى بتنجان، ومش كلام والله، جربوا الطريقة وان شاء الله مش هتعملوا غيرها بعد كده.
بقلب المكونات كده مع بعض. على فكرة انا طحنة الشطة ببذرها، انا بحبها، بتدي طعم حامي اكتر في البتنجان بتاعي. هحط دلوقتي شوية زيت، معلقتين زيت كده، معلقتين زيت. انا كنت حاطه بس ما لقيت نفسي ما بصورش، فحطيت قدامكم كمان معلقه. انا حطيت معلقه كبيره، هي معلقتين بالتقريب كده. ادي البتنجان بتاعي بعد ما استوى. انا كنت فتحت واحده بس هوريكم الباقي. فتحت كام واحده بس، سايبه باقي افتحه قدامكم عشان اوريهولكم. بتفتحوا بص قلب البتنجان ابيض ازاي. على فكره والله الكاميرا ظالمه، لون البتنجان ابيض جدا من جوه. اوعي تفتحي البتنجان وتحطيه في الميه قبل وانت بتسويه. ما تفتحيش البتنجان الا بعد ما تسويه، لانك اما تفتحيه وبعدين تيجي تسلقيه هتلاقي لونه اسود معاكي وغمق عن هياخد اللون السمار اللي بره بتاع البتنجان وتلاقيه دخل جوه. دلوقتي لما تفتحيه بتلاقيه ابيض عشان احنا كان مقفول وفتحناه بعد ما استوى. هبدأ احط الحشوة بتاعه البتنجان بتاعي، الحشوة اللي احنا حضرناها. الحشوة دي تنفع مع طماطم، تنفع مع بتنجان مقلي، تنفع مع البتنجان المسلوق دوت، تنفع مع حاجات كتير، تنفع مع السمك، تنفع تتبيلة بصراحة جميلة. يعني ممكن تعملي التتبيلة ديت وتحطيها عندك في التلاجة، تاخدي منها على أي حاجة انت عايزة تحطي منها، سمك بقى، بتنجان مقلي، طماطم. ساعات بنقطع الطماطم كده شرايح ونحطها عليه، بتبقى جميلة جدا. وممكن تحطيها في لوحدها في طبق وانت بتاكلي، وتاكلي منها لو بتحبي الحامي زي حالاتي يعني. شايفين قلبه ابيض ازاي. ويا ريت واحنا بنتفرج على الفيديو نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ويا ريت ما تبخلوش عليا باللايك. شايفين البتنجان الاسمر الصغير شكله جميل ازاي. ما يكون البتنجان صغير بيدي منظر حتى حلو، يفتح النفس. دي كمية البتنجان بتاعتي، انا مش عاملة كمية كبيرة، هي نص كيلو تقريبا. ادي دي المية بتاعت البتنجان اللي كنا سالقينه فيها. شايفين لونها عامل ازاي. هي لونها احمر على فكرة، الكاميرا ظلمها، مش عارفة الكاميرا ظالمة الالوان ليه. هبدأ انزل عليها معلقتين كده من الدقة بتاعتي، وهنزل عليها بقية التوابل، كمون وكزبرة وبابريكا وملح. وهنزل عليها بقية الخل، وهنزل عليها بقشر الليمون. وتقلبي كل المكونات مع بعض. بتدوق الحدق بتاعك، عايزة ملح تاني حطي، بس انا لقيته كده مظبوط. هبدأ انزل بقى عليه، هبدأ انزل على البتنجان بتاعي. انا حطيت له معلقة خل كمان يعني يزود بس مزازة، بس هو كان طعمه حلو برضه. هبدأ انزل على البتنجان، بحاول ادخل المية تحت. وديت البنجر برضو بتحطي معاها بيحدق وياخد من طعم الدقة، بيبقى جميل برضو. على فكرة البنجر مفيد جدا، ويا ريت ندخله في معظم اكلنا اللي ينفع يتحط فيه بنجر، يعني مفيد للانيميا، وطبعا بيبقى حلو جدا. بنزل البتنجان عشان يتشرب من التتبيلة. وادي البتنجان بتاعنا الجميل،
طبعا هو طعمه دلوقتي تحفة، بس اما تسيبيه يتشرب من التتبيلة اللي انت عاملاها بيبقى احلى واحلى بكتير. وهنبدأ نوزع عليه شوية زيت من فوق. هو مش هيلحق يعني، ان المفروض الزيت بيتحط عليه عشان يحفظه، هو مش هيلحق يعني يتحفظ من حلاوته. شايفين لون المية عامل ازاي؟ ويا رب طريقة النهاردة بتاعتي تكون عجبتكم واستفدتوا معايا بحاجة جديدة يعني. طبعا كلكم، انا عارفة ان كلكم بتعملوا احلى بتنجان، بس جربوا الطريقة بتاعتي النهاردة ان شاء الله تعملوها على طول. ولو عايزين اي حاجة مني اكتبولي في التعليقات. واسيبكم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.